السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أبطال بريب 2 في قناتكم جو ماث وذ مستر عطيفي. النهاردة إن شاء الله يا شباب ميعادنا مع ليسون 2 في الجيومتري بايثاغورس ثيورم أند إتس كومبرز. إيه هو بايثاغورس ثيورم؟ أولا بايثاغورس دوت عالم ماث مشهور جدا جدا جدا، يوناني قديم جدا، وعمل جولات حول العالم وألف ثيورم مهمة جدا جدا اللي إحنا هنشتغل بيها النهاردة. طب ايه هي الثيرم اصلا؟ الثيرم دي ريليتد ايه او علاقه بين السايدز اوف ذا رايت انجل ترانجل. كلنا عارفين يا شباب ان الرايت انجل ترانجل بيكون شكله بالشكل كده. دي انجل 90، وهنا سي مثلا A B C. الرايت انجل ترانجل فيه حاجه مهمه جدا اسمها الهايبوتنس. مين هو الهايبوتنس؟ هايبوتنس the side which is opposite to the angle 90. يعني الانجل 90 بتاعتي هنا B، السايد الاوبزيت ليها ده هو الهايبوتنس اللي هو اللي اسمه AC. طب وبقيه السايدز التانيين الاي بي والبي سي دول احنا بنسميهم سايدز. خلاص. طب ليه التسميه دي؟ هقول لك ليه، عشان احنا هنيجي نشتغل بيها بعد كده. هو بيقول ايه؟ بيقول لو انا جيت رسمت سكوير اون ذا هايبوتنس وجبت الاريا بتاعته هتبقى equal the sum of the area of the two squares drawn on the two other sides. يعني ايه؟ يعني الاريا بتاعت السكوير بتاعت الهايبوتنس equal السم بتاعت الاريا of السايد اي بي بلس الاريا of the square of side سي بي. ازاي؟ تعال نشوفها كده في شكلها الجميل كده اللي احنا عاملينه. بص كده يا شباب. يعني طبعا انا عندي هنا دوت اللونج ده هو السايد ده هو الهايبوتنس، السكوير بتاعه اللي احنا هنسميها سي باور 2. الاريا اوف ذا سكوير، طب جت منين الاريا اوف ذا سكوير سي 2؟ طبعا انت عارف ان السايد ده احنا هنسميه سي، والاريا عباره عن سايد باي سايد، يعني سي تايمز سي تبقى سي باور 2. The area of the square which is drawn on the hypotenuse equal the sum of the area of the two squares drawn onto the other side. يعني ايه؟ الاريا بتاعت السكوير اللي هو سي باور 2 equal السم، يعني البلس of the area، الاريا بتاعت التو سايدز التانيين اللي هم الاي باور 2 بلس البي باور 2. خلاص كده يا شباب. طب دي بتساعدنا في ايه؟ هتساعدنا في ان احنا نعرف نجيب السايد لو في ايه، لو انا عندي مثلا تو سايدز موجودين اعرف اجيب التالت. زي ما انت شايف كده، السي باور 2 ايكوال اي باور 2 بلس بي باور 2. طب ممكن نكتبها باي ليترز، هقول ان الاي بي باور 2 اللي هو الهايبوتنس ايكوال ايه بقى؟ السي بي باور 2 بلس الاي بي باور الاي سي باور 2. تمام، يبقى انا كده ده الرول بتاعي. طب ممكن اعرف اجيب واحد من التانيين، لو انا عايز اجيب السي بي باور 2 هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاي بي باور 2، بحلها كانها ايكويجن ماينس الاي سي باور 2. طب لو انا عايز اجيب الاي سي هودي ده بعكس الساين، يبقى الاي سي باور 2 equals اي بي باور 2 ماينس السي بي باور 2 and so on. وهكذا ده كده بقدر اجيب السايدز كلها. طب برضو ازاي يا مستر؟ تعالى بقى ايه نلخص الكلام ده كده ونشرحه بالتفصيل كده. دلوقتي انا عندي حاجه من اتنين، يا اما اكون عايز اجيب الهايبوتنس يا اما اكون عايز اجيب السايد. احفظ الكلام ده عشان الكلام ده ايه سهل جدا 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 وهتحلها على طول، والثيرم دي مستمره معاك من بريب 2 لحد ما تخلص ثانويه عامه ان شاء الله. ولو دخلت في الجامعه كمان ممكن تحتاج لها في ايه لو دخلت قسم كليه هندسه او حاجه زي كده. طيب الهايبوتنس بعمل روت كبير باور 2 بلس باور 2. الهايبوتنس لو انا عايز اجيب الهايبوتنس بعمل له بلس. طب لو عايز اجيب السايد هعمل باور 2 ماينس باور 2. طب يعني ايه يا مستر بلس وماينس؟ افرض مثلا انا عندي هنا الاي سي دوت ايكوال 4 والبي سي دوت ايكوال 3. هو بيقول لك فايند اي بي، اسال نفسك كده، الاي بي دوت سايد ولا هايبوتنس؟ هو طبعا هايبوتنس. انا عرفت منين؟ عشان اوبوزيت لي الانجل 90، يعني قدام الانجل 90. طالما هايبوتنس فانا بعمل له ايه؟ بعمل له بلس. بعمل باور 2 يعني 4 باور 2 بلس 3 باور 2، وفي الكالك تطلع ب 5. ايا كان بقى انا كده كده بحلها بالكالك. طب افرض انا غيرت النمبرز مثلا كده وقلت لك ايه؟ ان الاي بي دوت ايكوالز 10 سنتيمتر ودوت ايكوال 6 سنتيمتر. عايز اجيب الاي سي، هو الاي سي دوت سايد ولا هايبوتنس؟ لما يكون سايد بعمل روت كبير كده باور 2 وماينس باور 2. خلاص. باور 2 مين؟ الاي بي اللي هو كان بكام؟ كان ب 10 ماينس البي سي اللي هو كان بكام؟ كان ب 6. واحطها في الكالك تطلع بكام؟ تطلع ب 8 سنتيمتر. خلاص. دي كده يا شباب ايه بايثاغورس ثيورم. تعال نخش على الاكسرسايز بتاعتنا كده ونبدا نتعلم ازاي نعمل بروف. اول حاجه هنا بيقول لك ايه؟ find the value of x in each of the following. عايزنا نجيب الاكس. بص على الاكس، الاكس دي موجوده على سايد ولا هايبوتنس؟ لا، دي موجوده على هايبوتنس. عرفت منين؟ عشان قدام الانجل 90. طب انا عايز اكتب بروف بقى، هقول له ايه؟ هقول له since ان انجل سي
equals 90 degree. طيب خلاص يبقى ايه؟ والاي بي is hypotenuse. طالما هو الهايبوتنس هكتب كده يبقى therefore بص كده اي بي equal روت مين؟ بعمل بلس 4 باور 2 بلس 3 باور 2 واجيب الكالك الجميله بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها كل مره اهي، واكتب كده اعمل الروت الكبير 4 باور 2 بلس 3 باور 2 وادوس ايكوال تطلع بكام؟ تطلع ب 5 سنتيمتر. خلاص كده انا جبت اللينس اوف ذا هايبوتنس. اكسرسايز تاني، هنا بص كده نفس الكلام بالظبط، عايز نجيب الاكس. طب الاكس دي سايد ولا هايبوتنس؟ لا هايبوتنس. ليه؟ عرفت ان عشان هي اوبوزيت الانجل 90، قدام الانجل 90. بس هنا التراينجل معدول، هنا التراينجل مقلوب، ما بتفرقش، انت بس تقدر تحدد ده ايه البوزيشن او المكان بتاع الايه الهايبوتنس. هقول برضو نفس الكلام since angle C equals 90 والاي بي is hypotenuse يبقى therefore ايه بقى اللي انا عايز اجيبه؟ اسمه ايه بالحروف؟ اي بي. اكتب كده اي بي، بعمل روت كبير باور 2 بلس باور 2. طالما عايز اجيب الهايبوتنس بعمل بلس، لو عايز السايد بعمل ماينس. بكتب التو نمبرز بتوعنا بقى 16 وهنا 12، واعمل ايه؟ الكالك الجميله بتتكلم وبتحل كل الاكسرسايز بتاعنا. ادي الروت اهو 16 باور 2 بلس 12 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 20 سنتيمتر. تمام. تعالى نكمل اكسرسايز تاني. هو ده الليسون بتاع النهارده شويه، ليسون سهل جدا وممتع جدا ولذيذ جدا. هنا عايز نجيب مين؟ اجيب الفاليو اوف اكس. طب الاكس هنا موجوده على ايه؟ على سايد ولا هايبوتنس؟ ده سايد. طب انا اعرف منين؟ ادي الانجل ال 90، الاوبوزيت ليها المقابل ليها دوت الهايبوتنس، واي واحد من الاثنين التانيين يبقى سايد. لما اكتب اقول سينس ان انجل بي ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. therefore انا بقى هجيب مين؟ هجيب البي سي. طب البي سي بالنسبه لي ميسنج، هعمل له باور 2. طب سايد ولا هايبوتنس؟ ده سايد يا مستر، بنعمل له ماينس باور 2. طب يبقى انا هبدا ايه؟ لازم خد بالك ابدا من البيجست نمبر، ابدا من الكبير الهايبوتنس الاول. 25 ماينس ال 15 وتكلك تحطها في الكالك الجميله بتاعتك تطلع بكام؟ 20 سم ايه متر. كمل اكزامبل تاني نفس الكلام. هنا عايز نجيب الفاليو اوف اكس. طب ما الاكس دي سايد ولا هايبوتنس؟ ده سايد. ليه؟ عشان جنب ال 90. عشان جنب ال 90 فاحنا بنسميه سايد. اما لو قدام ال 90 او اوبوزيت ال 90 بنسميه الهايبوتنس. نكتب الايه البروف بتاعنا. سينس ان انجل ايه ايكوالز 90 يبقى therefore اللي انا هجيبه بقى ان ليترز اسمه ايه؟ مش هكتب اكس، هكتب اسم السايد الاي بي ايكوال. طبعا لما يكون سايد يا شباب بنعمل باور 2 في النص ماينس، وابدا ايه؟ لازم اكتب النمبر الكبير الاول. 25 ماينس 24 ايكوالز كام؟ ايكوالز 7 سنتيمتر. يبقى الاكس في الاخر ايكوالز كام؟ 7 سنتيمتر. ليتس جو تو كونتينيو. هنا يا شباب برضو ايه في نفس الاكسرسايز برضو بقول فايند ذا فاليو اوف اكس ان ايتش اوف ذا فولوينج، بس هنا جايبها لي شيب كومبليكيتد شويه. انا كل شغلي في الايه في التريانجل ده، بس هنا مفيش انجل 90 يا مستر. لا في انجل 90، بس احنا هنستفاد من البروبرتيز بتاعت الفيجر ده. ده سكوير. طب السكوير دوت فيه شويه حاجات مهمه جدا جدا لازم اكون عارفها. ايه هي؟ ان السايدز كلها ايكوال. طب يعني ايه السايدز كلها ايكوال؟ يعني ده 4، حتى هو عامل لك هنا علامه 1 داش 1 داش 1 داش، يبقى هنا كمان 4. تمام. طب فين الانجل 90؟ اي سكوير في الدنيا كل الانجلز بتاعته ب 90. دي 90 يبقى اللي جنبها كمان ب 90 عشان ده ستريت لاين 180. خلاص اصبح عندي المشكله في الدي اي. هقول كده سينس ان انجل، طبعا دي اسمها سي دي سي اي ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. اللي انا هجيبه البي دي اي، دي اي اسمه هايبوتنس اهو. طب انا عشان اجيب الهايبوتنس يبقى اقول له ان الدي اي ايكوال اعمل روت كبير باور 2 بلس باور 2. طب يلا هبدا بايه؟ هبدا بال4 بلس 3 واحطها في الكالك تطلع بكام؟ 5 سنتيمتر. كمل اكسرسايز تاني. هنا بقى يا شباب سؤال سهل جدا، بس جايب لي تو رايت انجل ترانجل. طبعا لما تكون دي ب 90 يبقى الناحيه الثانيه دي ب 90. هو اصلا عايزني اجيب الفاليو اوف اكس. طب انا عشان اجيب الفاليو اوف اكس بشتغل في التراينجل ده. طب هي دي 3 لكن ده كله مش موجود، فانا بعمل ايه بقى؟ بشتغل في التراينجل التاني. لازم اجيب البارت ده. تيجي نحط ليترز، هكتب هنا ايه؟ بي سي دي. عايز اجيب السي دي، هقول كده اول حاجه انا احدد له التراينجل اللي انا بشتغل فيه. ان تراينجل اي دي سي انجل سي ايكوالز 90. تمام. اللي انا عايز اجيبه بقى الدي سي دوت. الدي سي سايد ولا هايبوتنس؟ لا يا مستر ده سايد، يبقى انا هعمل روت كبير كده باور 2 والسايد بيتعمل له ماينس، واكتب ال 5 at the first وبعد كده 3. تطلع بكام؟ تطلع ب 4 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت يا شباب الجزء ده طلع ب 4. طب يبقى الدي سي تطلع ب 4، البي سي تطلع بكام بقى؟
اقول ان البي سي ايكوالز 11 ماينس 4. 11 ماينس 4 ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. خلاص انا كده جبت 7. اعرف بقى اجيب الفاليو اوف اكس ولا ما اعرفش؟ اه طبعا اعرف. تعالى بس نمسح الايه الشخبطه الكتيره دي كده ونبدا نكتب الحاجات اللي احنا عايزين نكتبها. احنا جبنا هنا دي يا شباب، جبنا الدي سي دي تطلع ب 4 تبقى دي 7. طب انا هشتغل في التراينجل التاني اسمه بقى اي بي سي. عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاي بي. طبعا هقول ان انجل سي ايكوال 90. الاي بي دوت اللي هو الهايبوتنس، هعمل روت كبير باور 2 ماينس باور 2. طيب باور 2 اوعى تكتب ال 11، لا ده ال 11 احنا خدنا منها 4 بقت 7. يبقى 7 باور 2 ماينس 3 باور 2 ايكوال. تعال نجيبها في الكالك الجميله بتاعتنا كده. ادي الروت بتاعنا اهو، 7 باور 2 ماينس 3 باور 2 ودوس ايكوال. تطلع بكام؟ 2 روت 10. ايه يا مستر 2 روت 10؟ سيبها زي ما هي 2 روت 10، ما انت واخد الريل نمبرز. تمام. كمل اكسرسايز تاني. نفس الكلام بالظبط، جايبها لي نفس الاكسرسايز اللي فات وعندي تو تراينجلز. بيقول لك ايه؟ find the area of triangle ABC. ايه ده؟ ايه الاريا دي يا مستر؟ الاريا عباره عن هاف البيز باي الهايت. طب مين البيز؟ البي سي كلها هي البيز، يعني المفروض هاف البي سي ملتبلاي الهايت اللي هو البربنديكولار اللي هو اسمه الاي دي. طب الاي دي موجوده ب 24، البي سي كلها مش موجوده. طب البي سي دي عباره عن تو بارت، عباره عن البي دي وبعد كده الدي سي. لازم اجيب البي دي بكام واجيب الدي سي بكام واشتغل. طب هو البي دي لو جه هشتغل في اول تراينجل ده، لازم اسمي التراينجل بتاعي بقى. هقول كده ان تراينجل اسمه ايه؟ تراينجل اي بي دي. مين ال 90؟ انجل دي ايكوالز 90. اللي انا هجيب اسمه ايه الليترز يا شباب؟ اسمه ايه؟ اسمه البي دي. يبقى البي دي ايكوال، اعمل روت كبير، اسال نفسك سايد ولا هايبوتنس. لو سايد احط له ماينس، لو هايبوتنس احط له بلس. طبعا ده جنب ال 90 يبقى دوت سايد. ابدا بالبيجست نمبر هو 26 ماينس 24. كالك ترتاح تجيب الكالك الجميله بتاعتك وتحطها وتحط فيها التو نمبرز. يبقى روت 26 باور 2 ماينس 24 باور 2 دوس ايكوال. تطلع بكام؟ تطلع ب 10 سنتيمتر. خلاص انا كده جبت الدي بي تطلع ب 10. تمام. تعال نحطها في الرسمه كده. ها، طلعت الدي بي عندي دي ب 10 سنتيمتر. فاضل عندي اجيب مين؟ اجيب الدي سي. نفس الكلام بقى in triangle the other triangle is called ADC. مين الانجل ال 90؟ انجل دي. طبعا في واحد بيقول يا مستر المفروض اقول الانجل اي دي سي. اقول لك انت صح ممتاز، والانجل لازم تتكتب ب 3 لترز. بس انا طالما حددت التراينجل ما فيهوش غير انجل دي اسمها واحده بس، انجل اسمها دي واحده بس. اللي انا عايز اجيبه دلوقتي الدي سي. طبعا الدي سي دوت سايد، هعمل روت باور 2 ماينس باور 2 starting with the biggest number. The biggest number is 30. يبقى 30 باور 2 ماينس 24. جيب الكالك الجميله بتاعتك اهي. روتك 30 باور 2 ماينس 24 باور 2 دوس ايكوال. تطلع بكام؟ تطلع ب 18 سنتيمتر. خلاص انا كده جبت الحاجات اللي انا عايزها. دلوقتي اقدر اقول له ان السي بي ايكوال دي بي بلس دي سي، يعني ايكوالز 10 بلس ال 18، يعني ايكوالز كام؟ 28. يبقى الاريا اوف تريانجل اي بي سي ايكوالز هاف البيز اللي احنا جايبينها 28 ملتبلاي الهايت بتاعنا اللي هو كان بكام؟ كان ب 24. حطها في الكالك. يبقى هاف تايم 28 تايم 24 ودوس ايكوال. تطلع بكام؟ 336 سنتيمتر سكوير. تمام يا شباب. تعالى نكمل اكسرسايز تاني. هنا برضه يا شباب نفس الاكسرسايز في الجيفن. بيقول لي ايه؟ بيقول ايه؟ ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل اي سي دي ايكوال 90. تمام. اي بي ايكوال 4 بي سي ايكوال 3 اي دي ايكوال كام؟ 13. then the perimeter of the polygon. البريمتر يا شباب بعمل بلس لللاينز اللي بره، بعمل بلس للاي بي والبي سي. طب دي 4 ودي 3. الدي سي مش موجوده والاي سي موجوده. طب انا اهم حاجه لازم اجيب الاي دي سي. طب الدي سي موجوده في التريانجل اي دي سي. عشان اجيب الدي سي لازم يكون عندي تو سايدز. ال 13 موجوده لكن الاي سي مش موجوده. طب اجيب منين الاي سي؟ اجيبها من التريانجل اللي تحت اللي اسمه اي بي سي. هنا ب 3 وهنا ب 4 ودوت الهايبوتنس. يبقى انا كده اقول اول حاجه هشتغل ان تريانجل اي بي سي. لازم اسمي الانجل ال 90 سينس ان انجل بي ايكوالز 90. خلاص اللي انا هجيبه اللي اسمه الاي سي
therefore AC اللي هو الهايبوتنس بتاعنا equal روت كبير باور 2 بلس باور 2 4 و3 equals في الاخر 5 سنتيمتر. انا كده جبت هنا دي 5. تمام، اكمل بقى في التراينجل التاني. in triangle اسمه ايه التراينجل التاني؟ ADC. الانجل ال 90 انجل سي equals 90. يبقى اللي انا هجيبه اسمه ايه الليترز الدي سي. الدي سي دوت سايد ولا هايبوتنس انا مش عارف. روح للانجل ال 90 هو جنبها ولا قدامها؟ جنبها يبقى سايد، والسايد بعمل له ماينس باور 2 ماينس باور 2. هنا 13 وهنا 5 تطلع بكام؟ ب 12. خلاص يبقى انا كده جبت ده ب 12، بس انا ما حلتش الاكسرسايز. هو عايزني اجيب البريمتر. اقول له البريمتر ايكوالز بعمل بلس للسايدز اللي كلها اللي بره كلها، اللي هو الاي بي بلس البي سي بلس السي دي بلس الدي اي. اقول له ايكوال في الاخر 4 بلس 3 بلس 12 بلس 13. طيب 4 بلس 3 تطلع ب 7، 7 بلس 12 تطلع 19، 19 بلس 3 تطلع كام؟ تطلع 32 سنتيمتر. تعال نكمل اكسرسايز تاني. هنا يا شباب ايه؟ complete. بيقول ايه؟ in the right angle triangle the area of the square drawn in the hypotenuse equals ايه؟ دي نمبر 1 كان sum of area of squares drawn on other two sides او الثيرم نفسها يا شباب. تمام، ده كده بالنسبه لايه question نمبر 1. هنا بيقول ايه if ABC is right angle triangle at B. اهو ارسم كده right angle triangle at B. هنا A وهنا B وهنا C. هو بيقول لك ان ال AB باور 2 بلس BC باور 2. ادي ال AB باور 2 بلس BC باور 2 ايكوال مين؟ الهايبوتنس اللي هو ال AC باور 2. تمام، برضو نفس الكلام. in triangle ABC measure of angle B equals 90. ادي angle B equals 90. ال AB باور 2، ال AB باور 2 ده سايد ولا هايبوتنس؟ ده سايد يا مستر. اجيبه ازاي؟ بعمل الهايبوتنس السكوير اوف ذا هايبوتنس ماينس سكوير ذا اذر سايد. يبقى اقول ان ال AC باور 2 ماينس ال CB باور 2. تمام. طب question number 4. if in triangle XYZ if is right angle triangle at Y ال XY equals 60 وال YZ equals 8 then ال XZ equal كام؟ تعالى بس نمسح البورد بتاعتنا كده ونرسم التراينجل دوت. هنا يا شباب بيقول تراينجل اسمه اكس واي زد. ادي تراينجل اسمه اكس واي زد اهو. مين الانجل ال 90؟ الانجل ال 90 اللي هي الواي، يبقى هنا اكس وهنا زد. جايب لي شويه نمبرز بيقول الواي زد ايكوالز 8، الاكس واي ايكوالز 6. طب عايز اجيب الاكس زد، طب ما ده هايبوتنس، يبقى اقول ان الاكس زد ايكوال روت 8 باور 2 بلس 6 باور 2. تطلع بكام؟ تطلع ب 10 سنتيمتر. نمبر 5 تراينجل اكس واي زد رايت انجل تراينجل ات واي. خلاص نفس السؤال اهو. بيقول ان الاكس زد المره دي الاكس زد دي ب 25، هنا واي وهنا اكس وهنا زد. طيب 25 والواي زد ايكوالز 24، then الاكس واي ايكوال كام؟ طبعا الاكس واي ده سايد، هقول ان الاكس واي ايكوال روت 25 باور 2 ماينس 24 باور 2 ايكوالز كام في الاخر؟ هنا يا شباب برضو نفس الكويشن، عايز نجيب البريمتر اوف ترينجل اي بي سي. البريمتر بتاع ترينجل اي بي سي دوت عباره عن الاي بي بلس البي سي بلس الاي سي. طب دي موجوده ودي كلها ب 25، ناقص اجيب الاي بي. طب انا عشان اجيب الاي بشتغل في الترينجل دوت اللي هو اسمه الاي دي بي. البي دي موجوده لكن الاي دي مش موجوده، فهو اضطر اجيبها من الترينجل التاني اللي اسمه الاي دي سي. يبقى اقول ان ترينجل اي دي سي اللي انا مين الانجل ال 90 عندنا؟ انجل دي اهو. انجل دي ايكوالز 90. يبقى انا هقول ان الاي دي equal root 20 باور 2 minus 16 باور 2 تطلع بكام يا شباب؟ نجيب الكالك الجميلة اهي وادوس ايكوال تطلع بكام؟ تطلع ب 12. يبقى انا كده جبت دي ب 12. اشتغل في التراينجل التاني بقى. اسمه ايه التراينجل التاني؟ اي دي بي. الانجل دي equals 90. هجيب مين بقى يا شباب؟ انا هجيب دلوقتي الاي بي. يبقى اقول ان الاي بي equal root 12 باور 2 بلس 9 باور 2. طب حد يقول لي انا عملت ليه ماينس؟ عملت ماينس عشان دوت اسمه ايه؟ هايبوتنس. ايكوالز كام؟ ايكوالز 15 سنتيمتر. خلاص. طيب تعال، انا دلوقتي عايز اجيب البريمتر اوف تراينجل اي بي سي. عباره عن الاي بي بلس الاي سي بلس البي سي. الاي بي اللي احنا جبناها ب 15 بلس الاي سي كانت ب 20، البي سي الاثنين دول مع بعض 25. تبقى تطلع في الاخر بكام يا شباب؟ 40 بلس 20 تطلع بكام؟ تطلع ب 60. كمل اكسرسايز تاني.
هنا بقى يا شباب هنخش على الكونفرس اوف بايثاغورس ثيورم. يعني ايه الكونفرس؟ يعني عكسها. If the sum of the squares of two sides length of a triangle is equal to the square of the third side length, then the triangle is right angle triangle. طيب ماشي. لو انا عندي في تراينجل اهو اسمه A B C، وهنا دي ب 3 سنتيمتر، وهنا 4 سنتيمتر، وهنا 5 سنتيمتر. معنى الكلام ايه بتاع الثيرم؟ لو انا جبت السكوير بتاع السايد ده، طب يعني ايه سكوير؟ هعملها باور 2، واعمل دي كمان باور 2، واعمل دي كمان باور 2. 4 باور 2 ب 16، 3 باور 2 ب 9، 5 باور 2 ب 25. الصم بتاع السكويرز ان انا بعمل بلس للسمولست نمبرز، يعني 9 بلس ال 16 تطلع ب 25. لو دي طلعت ايكوال الثيرد سايد يبقى دوت رايت انجل ترانجل او انجل بي ايكوال 90. برضو يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا عندي في ترانجل تاني اهو اكس واي زد، ديت ب 10، ديت ب 6، وديت ب 8، لما اجي اقول لك بروف، اثبت ان انجل واي ايكوال 90، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم يكون عندي 3 نمبرز. طب وبعدين هتعمل الثلاثه باور 2، بس خلي الكبير لوحده هو الاكس زد. هعمل اكس زد باور 2، دي بكام؟ 10 باور 2، تطلع بكام؟ تطلع ب 100. الاثنين التانيين برضو بعملهم باور 2. اول حاجه ان ليترز اكس واي باور 2 اهو، بلس التاني واي زد باور 2، طبعا دي هتبقى 6 باور 2 بلس 8 باور 2. طب دي بتطلع ب 36 بلس 64 برضو ايكوالز كام؟ ايكوالز 100. شايف كده؟ طلع ايكوال ليهم. لما يطلعوا ايكوال يبقى على طول التراينجل دوت از ايه؟ از رايت. خلاص. تعالى ناخد عليها اكسرسايز كده يا شباب. هنا بيقول ايه بقى؟ In each of the following figures prove that measure of angle B equals 90. تمام، ادي انجل بي اهي. اول حاجه بشيك على الثري نمبرز موجودين ولا مش موجودين. اه موجودين يا مستر. طيب تمام. اعمل ايه؟ اخلي اللونجست سايد اللي هو الاي سي دوت، ادي الاي سي اعمله باور 2 اهو، 13 باور 2 تطلع بكام؟ 169. والاثنين التانيين بعملهم باور 2 برضو، الاي بي باور 2 اللي هي 5 باور 2 ايكوال كام؟ 25. والتالت اللي هو البي سي باور 2 اللي هو عباره عن 12 باور 2 ايكوالز كام؟ 144. بعد كده اعمل ايه؟ اعمل بلس للاثنين الصغيرين اللي هو 24 و 25 و 144، اعمل لهم بلس مع بعض يطلعوا كده 169. طالما طلع نفس النمبر بتاع الكبير بالظبط يبقى دوت رايت انجل تراينجل. في مشكله؟ طب انا اكتبها ازاي؟ هقول كده سنس ان الاي سي باور 2 ايكوال اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2، يبقى على طول therefore انجل بي ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. تمام. تعال نكمل اكسرسايز تاني. هنا نفس الكلام بالظبط، بيقول لك بروف ان انجل بي ايكوال 90. نفس الكلام اللي احنا عملناه. انا عندي مين؟ ببدا باللونجست سايد اللي هو الاي سي، اي سي باور 2 اللي هو كام؟ 25 باور 2 ايكوال كام؟ 625. طب بعد كده هاخد الاي بي باور 2 اللي هو ال 15 باور 2 ايكوال كام؟ 225. بعد كده عندي البي سي باور 2 ايكوالز اللي هو 20 باور 2 ايكوال كام؟ 400. طب انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل بلس للاثنين الصغيرين دول، لما اجي اعملهم بلس مع بعض يطلع 625 نفس النمبر. يبقى لما اكتبها اقول له سنس ان الاي سي باور 2 ايكوالز اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2، يبقى therefore انجل بي ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. دي كده يا شباب الكونفرس اوف ايه؟ بايثاغورس ثيورم. افرض بقى ما طلعوش ايكوال. يعني ايه ما طلعوش ايكوال؟ يعني مثلا لو انا عندي في تراينجل اهو اسمه اي بي سي، عندي دي ب 6 سنتيمتر، وديت ب 3، وديت ب 4. نفس الكلام هاخد الاي سي باور 2 هعملها 6 باور 2 تطلع ب 36، وهنا 4 باور 2 تطلع ب 16، 3 باور 2 تطلع ب 9. اعمل دي بلس دي تطلع ب 25. ايه ده؟ طب بال 36 علاقتها ايه بال 25؟ مور ذان. يبقى لما يكون مور ذان يبقى اسمه اوبتيوس ترينجل. لما يكون مور ذان يبقى اسمه اوبتيوس ايه؟ تراينجل. طب يعني ايه برضو؟ لو انا جبت الاي سي باور 2 is greater than الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2 يبقى دوت اسمه ايه؟ اوبتيوس تراينجل. طب افرض ما طلعش مور ذان، طلع ليس ذان، يبقى اسمه اكيوت. يعني برضو نفس الكلام اهو. عند اهو تراينجل اهو يا شباب، جبنا دي مثلا ديت 7 سنتيمتر، وديت 6 سنتيمتر، وديت 8 سنتيمتر. 8 باور 2 equal 64، 7 باور 2 equal 49، 6 باور 2
equal 36 واعمل بلس للاثنين الصغيرين. الاثنين الصغيرين دول مع بعض يا شباب هيطلعوا 85. ايه ده؟ طب دي اللي هو اللونجست سايد عندي اللي هو الاي سي باور 2 مور ذان ولا ليس ذان ولا سمولر ذان؟ سمولر ذان اللي هو الاي بي باور 2 بلس السي بي باور 2 يبقى اسمه ايه؟ اكيوت ترينجل. تمام. طيب تعالى بقى نلخص مع بعض الثري كيسز بتوعنا كده. ان احنا عندنا 3 كيسز لو كانوا ايكوال، لو كان عندي كده الاي بي باور 2 ايكوال اي سي باور 2 بلس البي سي باور 2 هنا ايكوال يبقى الانجل بتاعتنا 90. طب لو قلت لك ان الاي بي باور 2 مور ذان الاي سي باور 2 بلس البي سي باور 2 طالما مور ذان يبقى اسمه اوبتيوس. طب لو طلع اي بي باور 2 ليس ذان الاي سي باور 2 بلس البي سي باور 2 يبقى اسمه ايه؟ اكيوت. تمام. تعال نشوف عليهم اكسرسايز كده يا شباب. هنا بيقول ايه؟ determine the type of the triangle with respect to the angles of if the lenses of sides كذا. طيب خلاص هو عايز نعرف ايه نوع التراينجل بالنسبه للانجلز. هتعمل 5 باور 2 equal 25. الثانيه برضو 5 باور 2 equal 25. هتعمل الثالثه اللي هي ال 5 روت 2 باور 2 دي تطلع في الكالك ب 50. تمام. هتعمل بلس للتو سمولست نمبر 25 بلس 25 تطلع برضو بكام؟ ب 50. اذا طلعوا ايكوال يبقى ساعتها اسمه ايه؟ اسمه رايت. طب كمل اكسرسايز تاني. نفس الكلام هتعمل 11 باور 2 تطلع بكام؟ 121. هتعمل 12 باور 2 144. تعمل 16 باور 2 دي في الكالك تطلع كام؟ 256. هتعمل بلس للتو سمولست نمبر ده بلس ده 1 بلس 4 تبقى 5. هنا 6 هنا كام؟ هنا 2. ايه ده؟ ده اكبر. انا عندي 265 is greater than 256 يبقى اسمه ايه؟ اسمه اوبتيوس. اكسرسايز تاني. ها determine the type of the angles نفس الكلام برضه جايب لي هنا الاي بي ايكوالز 9 البي سي ايكوالز 10 الاي سي ايكوالز 12. ابدا بالكبير اللي هو الاي سي اهو. اي سي باور 2 يعني 12 باور 2 ايكوال 144. البي سي باور 2 اللي هي عباره عن ال 10 باور 2 ايكوالز 100. الاي بي باور 2 اللي هي عباره عن 9 باور 2 ايكوالز 81. اعمل بلس للتو سمولست نمبرز. تو سمولست نمبرز اللي هي ال 100 بلس ال 81 تطلع 181. طب ما دي يا مستر اصغر منهم، طالما اصغر منهم يبقى اكيوت. اكتبها ازاي؟ سنس ان الاي سي باور 2 سمولر ذان او ليس ذان الصم بتاع البي سي باور 2 بلس الاي بي باور 2 يبقى ايه؟ تراينجل از اكيوت. طيب اكسرسايز تاني. جايب لي برضه نفس الكلام يا شباب. بيقول لك ايه؟ ان الاي بي 7 والبي سي ايكوال 16 والاي سي ايكوال 14. تعال نحلها كده. هناخد الاي سي باور 2 اللي هي ال 14 باور 2 في الكالك الجميله بتاعتنا اهي. باور 2 ايكوال كام؟ 196. هجيب التاني اللي هو البي سي باور 2 اللي هي ال 16 باور 2 تطلع 256. واجيب اخر حاجه عندي الاي بي باور 2. الاي بي باور 2 اللي هو ال 7 باور 2 تطلع ب 49. طبعا بعمل بلس للتو سمولست نمبر اللي هي ال 196 بلس 49. 196 بلس 49 ايكوالز كام؟ ايكوال 245. يعني تدي الاثنين مع بعض دول بلس 169 تطلع 245. طب انا عندي 265 و 245 يعني مور ذان يبقى اسمه ايه؟ اوبتيوس. اسمه ايه؟ اوبتيوس. لما اكتبها هاخد الكبير اللي هو اسمه البي سي. البي سي باور 2 جريتر ذان مين؟ الاي سي باور 2 بلس الاي بي باور 2 تطلع بكام؟ يبقى اقول له ايه؟ تراينجل از اوبتيوس. تمام. كمل اكسرسايز تاني. تعال نشوف كده اكسرسايز مع بعض. هنا يا شباب في الاكسرسايز اللي قدامنا بيقول ايه؟ بيقول ان الاي بي سي از كوادريلاترال وير ميجر اوف انجل بي ايكوالز 90 الاي بي ايكوال 7 البي سي ايكوال 24 سي دي ايكوال 20 اي دي ايكوال 15 بروف ذات ميجر اوف انجل دي ايكوال 90. عايزني اعمل بروف ان انجل دي ايكوال 90 اللي هي الانجل دي. طب انا عشان اعمل بروف ان هي انجل 90 لازم يكون عندي الثري سايدز ده موجود ده موجود الاي سي مش موجود. اجيبه منين؟ اجيبه من التريانجل اللي تحت. طب اول كده اول حاجه ان تريانجل اي بي سي
انجل بي ايكوالز 90. طالما انجل بي ايكوال 90 يبقى انا اقدر اجيب الاي سي. هقول ان الاي سي ايكوال، ده هايبوتنس، هعمل باور 2 بلس باور 2 24 وهنا 7 تبقى ايكوالز كام في الاخر؟ ايكوال 25 سنتيمتر. جبت ده ب 25. هشتغل في التريانجل اللي فوق بقى، ان تريانجل اي دي سي. مين اللي البيجست سايد عندي؟ الاي سي. هقول ان الاي سي باور 2 اللي هي 25 باور 2 ايكوالز كام؟ 625. بعد كده هجيب الاي دي باور 2 اللي هي ال 15 باور 2 ايكوالز كام؟ 225. اخر حاجه عندي هجيبها الدي سي باور 2 اللي هي 20 باور 2 ايكوالز كام؟ 400. بعد كده هكتب بقى الكبير لوحده since ان الاي سي باور 2. هشوف دول اعمل لهم بلس مع بعض، 225 بلس 400 تطلع 625 ايكوالز الصم بتاع الاثنين التانيين الاي دي باور 2 بلس الدي سي باور 2. يبقى therefore على طول انجل دي ايكوالز كام؟ ايكوالز 90 ديجري. كمل اكسرسايز تاني. نفس الكلام بالظبط. هنا برضو بيقول لك find the area of the shape ABCD. الاريا عباره عن الصم بتاعت الاريا بتاعت ترينجل ABC والترينجل دي AC. طيب احنا خلينا نشتغل الاول، هي دي عشان 90 فده البيز ودوت الهايت. هنا مفيش انجل 90 فلازم اثبت ان دي انجل 90 الاول عشان اعرف ان ده بيز وده هايت. فانا اول حاجه هعملها هشتغل في الترينجل اللي تحت in triangle ABC. اعمل ايه؟ انا عايز اجيب ان انجل بي ايكوالز 90. اللي انا عايز اجيبه الاي سي دوت هايبوتنس. هعمل روت باور 2 ها بلس باور 2 ديت 12 وديت 9 تطلع في الكالك بكام؟ تطلع ب 15 سنتيمتر. خلاص. طب انا عملت ان هي 15 سنتيمتر، دلوقتي عايز اعمل بروف ان الانجل دي 90 دي كده 15. هعمل ايه؟ هشتغل في التراينجل التاني ان تراينجل اي دي سي. هعمل ايه؟ هاخد الدي سي باور 2 لوحده اللي هو عباره عن 17 باور 2. لما اجي اعمل 17 باور 2 ايكوال كام؟ 289. طب ناخد تاني اللي هو الاي سي باور 2 يعني 15 باور 2 ايكوالز كام؟ 225. طيب بعد كده هجيب الايس دي باور 2 اللي هو ال 8 باور 2 ايكوال كام؟ 64 واعمل دول بلس مع بعض يطلعوا نفس النمبر يبقى دوت رايت. هقول ان الدي سي باور 2 equals AC باور 2 بلس AD باور 2 يبقى على طول انجل A 90. طب خلاص انا كده عملت بروف ان هو 90 بس انا لسه ما جبتش الاريا بقى. هجيب الاريا اوف تراينجل اي بي سي. طب الاريا بتاعت التراينجل عباره عن هاف باي بيز باي هايت. البيز بتاعتنا اللي هي ب 12، الهايت بتاعنا اللي هو ب 9، واحطها على الكالك تطلع بكام؟ هاف 12 يعني 6 باي 9 تطلع ب 54. 54 سنتيمتر سكوير. دلوقتي هجيب الاريا بتاعت التراينجل التاني اهو. اريا اوف تراينجل التاني اللي هو اسمه الاي سي دي عباره عن هاف باي ال 15 باي ال 8 تطلع بكام؟ تطلع ب 60. خلاص يبقى الاريا اوف ذا شيب اي بي سي دي عباره عن كام؟ 54 بلس ال 60 تطلع ب 114 سنتيمتر ايه سكوير. كمل اكسرسايز تاني. نفس الكلام بالظبط يا شباب. بيقول لك بروف ان ميجر اوف انجل واي اكس زد. واي اكس زد الانجل الكبيره دي ب 90. طب انا عشان اعمل بروف انها ب 90 السايد اللي هو الزد واي ده موجود، الاكس زد مش الاكس واي مش موجود ولا الاكس زد موجود. فانا لازم اول حاجه اجيب الاكس واي واجيب الاكس زد واعمل باور 2. اشتغل اول حاجه ان تراينجل اكس واي ال عن ايه؟ انجل ال ايكوال 90. اللي انا عايز اجيبه دوت سايد اللي هو الاكس واي. هعمل روت باور 2 بس ما ايه بلس باور 2 عشان ده هايبوتنس. دي ب 6 وديت بكام؟ دي ب 3. حطها في الكالك تطلع بقى روت، تطلع هول نمبر، تطلع زي ما تطلع انا ماليش دعوه. اهو روت 6 باور 2 بلس 3 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوال 3 روت 5. سيبها زي ما هي ما تتخضش. اوكي. تعالى بقى نشتغل في الترينجل التاني اللي هو ايه؟ ان ترينجل اكس زد ال انجل ال ايكوال 90. تمام. برضو نفس الكلام. انا عايز اجيب الاكس زد اقول له ان الاكس زد ايكوال روت باور 2 بلس باور 2. انا عندي هنا 12 وعندي هنا 6 برضو اجيبها في الكالك الجميله. ادي روت 12 باور 2 بلس 6 باور 2 ودوس ايكوال تطلع 6 روت 5. خلاص جميل جدا. انا كده جبت السايدز اللي ناقصاني ديت 3 روت 5 اهي
وديت 6 روت 5. ابدا بقى اشتغل ايه عشان في التراينجل الكبير اللي هو اسمه الايه الاكس واي زد. هجيب الزد واي باور 2. طب الزد واي يا مستر عباره عن كام؟ عباره عن 12 بلس 3 يعني 15 باور 2 تطلع بكام؟ 225. هجيب تاني اجيب عندي الاكس واي باور 2. الاكس واي باور 2 اللي هو عباره عن 3 روت 5 باور 2 احطها على الكالك تطلع 54. 3 روت 5 باور 2 ايكوال كام؟ 52 54. ونجيب الثانيه اللي هي ال 6 روت 5 ايكوالز كام؟ 180. يبقى انا عندي كده الاكس زد باور 2 اللي هو عباره عن كام؟ 6 روت 5 باور 2 تطلع بكام؟ 180. اعمل الاثنين دول بلس بعض. 54 بلس 45 دي الاكس واي باور 2 تطلع ب 45. 45 بلس 180 تطلع 225. اقول سنس ان الزد واي باور 2 ايكوالز اكس واي باور 2 بلس اكس زد باور 2، يبقى على طول هستفاد ان انجل اكس او زد اكس واي ايكوالز كام؟ 90 ديجري. تمام. كمل تاني. هنا نفس الكلام بالظبط بقى يا شباب، بيقول لك prove that triangle ACD is obtuse. يعني اطلع الانجل دي اكبر من 90. انا بقى هشتغل اول حاجه في التراينجل اسمه الاي بي سي. in triangle ABC لازم اجيب السايد اللي ناقص عندي اللي هو اسمه الاي دي اللي هو الاي سي هايبوتنس. هقول ان انجل بي دي ايكوال كام؟ ايكوال 90. 90 ديجري. اللي انا عايز اجيبه اللي هو الاي سي، اقول اي سي هعمل روت باور 2 بلس باور 2. طيب دي كام؟ دي ب 24 وديت كام؟ ب 32. الكالك الجميله بتاعتنا بتتكلم اهي. روت 24 باور 2 بلس 32 باور 2 ايكوال تطلع بكام؟ ب 40. يبقى انا جبت دي ب 40. سؤال بقى دلوقتي، هو بيقول لك بروف ان هي اوبتيوس، يعني لازم الاي دي اللي هو اكبر واحد فيهم يطلع اكبر من السكويرز بتاعتهم. طب ازاي؟ تعال نشتغل كده. اقول كده ان تراينجل اي دي سي، اكبر سايد عندي اللي هو الاي دي اعمله باور 2 يعني 45 باور 2. طيب اجيبها بالكالك اهي ايكوال تطلع بكام؟ 2025. طيب بعد كده عايز اجيب مين؟ هجيب الاي سي باور 2. الاي سي باور 2 اللي احنا جايبينها ب 40 حالا، 40 باور 2 تطلع 1600. بعد كده هجيب الدي سي باور 2 يعني 9 باور 2. 9 باور 2 تطلع ب 81 واعمل بلس للاثنين الصغيرين. طب دول لما اعملهم بلس يطلع 100 1681. طب ما دول اصغر من الاي دي، لما اكتب كده هقول ايه؟ since ان الاي دي باور 2 is greater than او more than مين؟ الاي سي باور 2 بلس الدي سي باور 2. خلاص يبقى ساعتها اقول له ان التراينجل اي سي دي از اوبتيوس. طب لو سالني على الانجل الاوبتيوس اللي هي قدام السايد ده، السايد ده اسمه اي دي، الانجل اللي قدامه سي. تمام كده يا شباب، خلصنا الليسون بتاع النهارده. اشوفكم دايما بخير ونتلاقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.